كتير من اللي عندهم شعر ابيض شيب مبكر بيبقوا مش عارفين ازاي يتخلصوا من المشكله دي. النهارده جايبه لكم مكونات طبيعيه علشان تتخلصي من مشكله الشيب بطريقه طبيعيه نهائيا، من غير صبغ شعر ولا من غير حاجه. عندنا ايه بقى؟ عندنا لوز تقريبا 10 حبات، وعندنا جنزبيل متقطع وفريش، وعندنا كمان حلبة تقريبا معلقتين كبار من الحلبة، ومعانا بصلة، وكمان هنحتاج زيت ويكون الزيت المحبب ليكي. انا هستخدم النهاردة زيت جوز الهند. في كبة عندي بجيب اللوز بتاعي وكمان الجنزبيل. الجنزبيل مفيد جدا كمان للشعر، ان هو بينبت الشعر لو عندك فراغات، وكمان الحلبة. وهجيب من البصلة قشرها بس. زي ما قلت لكم ناس كتير ما بتحبش الصبغه، والصبغه تضطري تعمليها كل فتره قليله، وطبعا بتاذي الشعر، فالحل الطبيعي بيكون الامثل لناس كتير. هنطحن كل المكونات دي في المطحنه مع بعض، نطحنهم كويس قوي. بعدين هاخد كل الخليط بتاعي ده احطه في طاسه، كله اتطحن كويس قوي، يبقى متاكده ان كله اتطحن كويس قوي في طاسه. وبعدين هرفعهم على النار، وهرفعهم على النار واسيبهم لحد ما يتحمصوا على الاخر. هو مش هيتحمصوا، هما كمان لونهم هيغير ويسودوا كده. هو اتحمص، انا زي ما قلت لكم انا عايزاه يتحرق يسود تماما. بعد ما حمصنا المكونات كلها مع بعض وشبه اتحرقت كده، انا حطيتها في الكبه تاني، بقت شبه الشاي كده شويه. انا حطيتها في الكبه كده تاني، وهضربها ضربتين علشان تنعم معايا على الاخر. بعد ما بقت معايا بودره كده بفضيها في اي برطمان فاضي عندي. شايفين انا عايزاها كده بودره محروقه كده من كل المكونات بتاعتي، ومدوبه شويه زيت جوز هند وهزودهم على الخلطه بتاعتي. وباي فرشه صبغه عندك اخلطي كل المكونات مع بعض. انا عايزه اوريكم المكون لونه على ايدي عامل ازاي. بصوا ازاي اللون اسود ده. هنحطه على الشعر لمده ساعه، وبعدين نشطف الشعر، ونبدا نحطه على الجذور اللي فيها شعر ابيض. كرريه مره او مرتين في الاسبوع، وسيبيه ساعه على شعرك واشطفي شعرك.